الأصدقاء الأعزاء، مرحبا. آه، كمان في هالمرة راح أحاول يعني أتناول الأداء الإداري لسلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية بين قوسين، التي يسيطر عليها حزب الاتحاد الديمقراطي، فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا. هذه الإدارة التي تستند على فكر السيد عبد الله أوجلان وفكر حزب العمال الكردستاني ومشاريعه الاجتماعية والسياسية في طرق وأساليب نظم الحكم والإدارة. طبعا هن بيقولوا انه نحن لسنا طلاب سلطة، نحن ضد السلطة. يعني بيحكوا حكي بيشبه حكي القذافي، لما القذافي كان يقول أنا لست زعيم دولة، أنا لست زعيم سلطة، أنا زعيم ثورة، أنا لست رئيس جمهورية ليبيا، لأنه لو كنت رئيس جمهورية ليبيا كنت قدمت الاستقالة ورمي. يعني بتتذكروا مقولة القذافي. هذا الكلام أيضا ينطبق على حزب العمال الكردستاني وفرعه السوري. الفرع السوري يبدو لي أنه أكثر تطرفا وأكثر تشددا صاير، يعني إما أنه فعلا هو هيك، هو أكثر تطرفا وتشددا فيما يتعلق بتطبيق شرع أوجلان، أو أنه حزب العمال الكردستاني يستخدم كرد سوريا في هذه الأساليب البعيدة تماما عن يعني عفوية وفطرية المجتمع الكردي. أحد أمرين، يعني يا إما الكرد السوريين الموجودين في حزب العمال الكردستاني أكثر أوجلانية من أوجلان، وأكثر أبوتشية من جميل بايك ودوران كالكان ورزاء ألطون وكل هذا الفريق الذي يقود العمال الكردستاني، أو أنهم لا حول لهم ولا قوة، مجرد يعني أدوات طيع أمر وقرارات وتوجيهات حزب العمال الكردستاني. الحزب يعني مدرج، حزب العمال الكردستاني مدرج على لائحة المنظمات الإرهابية، ويحاول منذ عام 1993 94 وحتى الآن أن يخرج نفسه من هذه اللائحة. يحاول، ويعني حتى الآن لم ينجح في هذا. لماذا لم ينجح؟ لأنه يمارس أعمالا إرهابية. يعني من سنة 94 ولغاية فترة قريبة، يعني الهجوم على المنشقين، الهجوم على المعارضين، تشويه سمعتهم، تهديدهم بالقتل، كل هذه السلوكيات هي إرهاب نفسي، إرهاب سياسي، إرهاب معنوي، ويتعدى ذلك إلى ممارسة الإرهاب الجسدي أيضا، يعني في استحداث الناس في أرواحهم. وهذا الأمر مسجل يعني في أي دولة أوروبية. ملف حزب العمال الكردستاني يعني هلأت سمكه، يعني من المشاكل والأحداث اللي صارت في أو ارتكبها حزب العمال الكردستاني في البلدان الأوروبية. وبالتالي يعني يتذمر ويمتعض أنصار الحزب أنه لماذا يتم إطلاق وصف الإرهاب على أدائنا، ولماذا يحاول الناس إدراجنا ضمن لوائح المنظمات الإرهابية. يعني القضية ليست الناس، ليسوا الناس من يريدون إدراجكم في المنظمات الإرهابية، بل أنتم وسلوككم وأدائكم هو الذي يعني يدرجكم في ضمن هذه خانة المنظمات الإرهابية التي تمارس الإرهاب الاجتماعي والسياسي والإعلامي والعسكري.
مش بس هيك، هنالك انتهاكات في الأداء العسكري تصنف على أنها جرائم حرب، هذا بموجب القانون. لكن مع ذلك الكرد أحيانا يعني مأخوذين بالعواطف يتضامنون مع هذا الحزب ويرفضون صفة الإرهاب عنه. لكن هل الرغبة الكردية العفوية النبيلة ينبغي أن تكون مدعومة بممارسات الحزب على الأرض؟ يعني الحزب لازم يحاول أن ينظف سجله من هذه الممارسات. الحزب لم يكن سلطة ومارس الإرهاب على الشعب الكردي أو على المخالفين وعلى المنشقين وعلى فكيف وهو الآن سلطة؟ الآن هو السلطة في كردستان سوريا أو في المدن الكردية في سوريا. يعني سجل الحزب في اغتيال ممارسة الاغتيال السياسي أكبر سجلات الأحزاب الكردية، يعني بالأحداث، زاخر بالأحداث من أكثر الأحزاب الكردية. أحزاب الكردية الأخرى أيضا يعني مارست أعمال من هذا النوع، لكن حزب العمال الكردستاني سجله في استهداف المنشقين عنه واستهداف اللي خارج الدائرة الحزبية زاخر وبأحداث من هذا القبيل. عموما اليوم يعني حسب ما سمعت صار حادث في مدينة الدرباسي. مدينة الدرباسية هي مدينتي، هي مسقط رأسي، فيها ولدت، فيها تعلمت، فيها كنت ناشطا ضمن حزب العمال الكردستاني. أعرف شوارعها، أعرف زواريبها، أعرف وطنيها، أعرف عملائها، أعرف من كانوا وطنيين مخلصين ضمن حزب العمال الكردستاني ومن كانوا منافقين ومضللين ودجالين وعملاء للأمن وعملاء للنظام ضمن مناصري ومؤيدي حزب العمال الكردستاني. الآن أعرف يعني الكثير من التفاصيل عن هذه المدينة الوطنية المخلصة، يعني حتى من ضمن المؤيدين للتوجه البرزاني يعني كنا نتحاور معهم وكنا نذهب وندخل بيوتهم ويستقبلوننا بشكل أو بآخر، يعني كانوا وطنيين مختلفين معنا سياسيا لكن كانوا وطنيين. في الأحزاب الكردية الأخرى يعني هذه شهادة، يعني لا يمكن أن أكون ضميري وأقول أنهم كانوا كذا وكذا وكذا. الحزب كان يشيطنهم على أنهم ليسوا مؤيدين لنا ومخالفين وما إلى ذلك، لكن رواية الحزب لم تكن صحيحة 100%، يعني أبدا. لمسنا منهم الدعم والتأييد والمساندة وكذا، والحس الإنساني الاجتماعي النبيل. يعني الآن من ينفخون في أبواق حزب العمال الكردستاني على أعرفهم يعني أين كانوا في ساعة الشدة والمحنة والضيق، والآن يعني أراهم يتبوؤون المناصب ويصدرون الأحكام ويصدرون الفرمانات وما إلى ذلك. اليوم حدث يعني صار حادث مؤسف في الدرباسية في شخص من أسرة وطنية، من أسرة كردية وأسرة مؤيدة لحزب العمال الكردستاني، والشخص أيضا كان مؤيد لحزب العمال الكردستاني، والشخص أنا اختلفت معه على الفيسبوك كان يدافع عن، أنا كنت أنتقد حزب العمال الكردستاني وكان يدافع عن حزب العمال الكردستاني ويحاول أن يبرر انتهاكاتهم وكذا. على أي حال هذا الشخص قام بتزويج ابنته وفق الأعراف والتقاليد الكردية والدينية والاجتماعية وكذا. تدخل الحزب أنه لا، أنت زوجت ابنتك في سن تحت السن القانونية. أتى الرجل بوثائق تقول بأنه سن الفتاة يتجاوز 18 وهذا يعني بحكم الكثير من الشهادات، منها شقيق الشخص المستهدف يعني.
لكنهم رفضوا. حاول الرجل إقناعهم بالتي هي أحسن، لكنهم رفضوا. أرادوا أن يطبقوا شرع أوجلان، مثل ما الدواعش عندما تسألهم عن جرائمهم يقولون نحن نطبق شرع الله، هذا شرع الله نطبقه، هل أنت بالضد من شرع الله؟ هذا الشرع سواء كان القتل أو السحل أو الاعتقال أو التهديد أو الترهيب أو أي شيء، هو شرع الله، هو شرع الله. طبعا هذا أسلوب الداعشي. الكثير من الكتاب والباحثين الإسلاميين يعني أثبتوا بأنهم يستندون على أحاديث ضعيفة ومشكوك فيها ومهزوزة وما إلى ذلك. هذا مش حديثنا. شرع أوجلان الذي يحاول حزب الاتحاد الديمقراطي تطبيقه على الكرد السوريين لا يقتصر في زجهم في المعارك دفاعا عن النظام السوري ومحاربة الإرهاب في الرقة، وبكرة في دير الزور، وبعدين في السويدة، وبعدين في ريف دمشق، وهكذا. يعني هؤلاء المقاتلين اللي كانوا تأسسوا على أنهم يحمون المناطق الكردية فقط، الآن لا، ليست وظيفتهم حماية المناطق الكردية، إنما بحجة الخطر، أنه الخطر الداعشي يأتي من بعيد، فنحن استباقيا ينبغي أن نحارب. طبعا من هالكلام الزائف والكاذب اللي راح ضحيته المئات والآلاف من أبناء هذا الشعب، مش صبايا وشباب في مطالع يعني عمر الزهور. الرجل واسمه أكرم ساروخان يعني حاول أن يستخدم كل الوسائل التي تقنع هذه السلطة أنه لا، هذا حكمهم جائر، حكمهم، حاول أن يقنع يعني، لكنهم حكموا عليه وأصدروا حكمهم السجن لمدة سنة، الأب أكرم، وتطليق الفتاة يعني العروسين وهم لم يمضي على زواجهم شهر، وغرامة مالية يعني في هذه الظروف الكارثية، أعتقد حسب ما سمعت أنه 1,000,000 ليرة سورية. كم تساوي 1,000,000 ليرة سورية الآن؟ مبلغ كبير يعني، مهما يعني كان مستوى تراجع العملة، مبلغ كبير. هذا الحكم القراقوشي الصادر بحق الرجل، يعني الرجل استنفد كل وسائل الدفاع عن النفس، هرب، لاحقوه وأطلقوا عليه النار. الرجل توارى عن الأنظار. الآن عفوا، الحي أو المنطقة التي يشتبه بأنه متواري فيها محاصر، ويتم تفتيش المنازل بيت بيت، وأصدروا تهديدا رسميا أنه في حال إذا لم تسلم الفتاة نفسها أو لم يتم تسليم الفتاة فسيتم اعتقال أمها وأخواتها البنات، وهم كثر، يعني يمكن 5 أو 6 أخوة بنات يعني موجودين في يلعب. شو هالمنطق الديمقراطي والقضائي والقانوني اللي بيحكي عنه آلدر خليل في أوروبا أنه هذا النظام ينبغي أن يدرس؟ لا حدا يجي بياكل هوا ويقول هاي تصرفات فردية وهي أخطاء يعني تعتري أي سلطة ومن هالكلام الفاضي. إذا سجلنا هاي الأخطاء الفردية من عمليات الاغتيال اللي أو القتل العمد في تل غزال، في ريف كوباني، وفي عفرين، وفي عمودة، وفي ديريك، وفي القامشلي، كل جرائم القتل والتصفية والاغتيال هذه إذا صنفناها يعني نخلص إلى لائحة وأرقام كبيرة. عمليات الخطف والاعتقال والتهديد والحرق التي ارتكبتها مجموعة الشبيبة الثورية وأنكروا وجودها، وأثبتت أنا وجود هذه المنظمة التي تمارس الإرهاب. وهذه ليست كلها أحداث يعني حوادث فردية وكذا، يعني جيبوا شيء إيجابي. راح تحكوا عن دماء الشهداء
ونحن نقاوم ونحن ندافع ونحن نبذل الدماء. هؤلاء الشهداء أنتم تزجون بالقصر بالأحداث سواء شباب والقاصرات في الحروب التي لا ناقة للكرد فيها ولا جمل، وتتحدثون عن القانون والأخلاق والشرع الديمقراطية وشرع العدالة وشرع أوجلان وهالكلام الفضفاض فيما يتعلق بالزواج. أنا ضد الزواج في سن مبكرة. يعني أنا ضد الزواج حتى في سن 18، حتى إنه سن قانوني في سن 20، لكن ليس بهذه الطريقة الإرهابية يتم معالجة الأمر. ليس بأن إطلاق الرصاص الحي على الرجل وابنته وهو يحاول الهرب من محكمتكم. يعني لا، هذا أولا. اثنين، ليس بمحاصرة الأحياء وتفتيشها، ليس بتهديد العائلة والأسرة بأكملها وأخذ رهائن من العائلة. شو هالمنطق الديمقراطي؟ هذه جرائم حرب، مش بس تجنيد القاصرات جرائم حرب. هذا الأسلوب الإرهابي في التعامل مع الناس، في تطبيق القانون بين قوسين، في تطبيق شرع أوجلان بين قوسين أيضا. يعني هذا الأسلوب جريمة حرب، سيحاكم آجلا أم عاجلا يعني كل من يسوق لهذا الأسلوب في الإدارة والحكم. يعني وأخص بالذكر يعني المتواجدين في أوروبا الذين يبررون هذه التصرفات ويحاولون التماس الأعذار على أنها تصرفات فردية، على أنها تصرفات طائشة ومن هذا القبيل. الجريمة التي حدثت في الدرباسية هي جريمة كاملة الأوصاف، جريمة بحق فتاة متزوجة، جريمة بحق إنسان وطني، جريمة بحق أسرة، جريمة بحق مدينة، جريمة بحق قضية. هذه الجريمة مدانة بكل المقاييس. ويعني سابقا أيضا كانت هنالك مناشدات لكي يخفف حزب العمال الكردستاني من هذا الأسلوب يعني المسيء للكرد والمشوه لقضيتهم. يعني لكن الحزب ماض ولا يكترث ولا يسمع، وكل هذه المناشدات والانتقادات يعتبرها أنصار الحزب أنه كلاب ينبحون وقافلتنا تسير. قافلتك تسير نحو أين؟ وين هاي القافلة تسير نحو الهاوية، تسير نحو يعني المزيد من الضحايا، تسير نحو الدفاع عن النظام السوري. أين تسير هذه القافلة؟ هذه القافلة منذ 1984 وحتى الآن وهي تسير، لم تصل إلى الهدف، لم تحقق أهدافها. يعني إلى متى ستبقى هذه القافلة تسير وترتكب كل هذه الانتهاكات بحجة الدفاع عن القضية الكردية، بحجة الدفاع عن الشعب الكردي، بحجة مقارعة أعداء الكرد؟ وهي حجة كلها أثبتت الوقائع والأحداث بأنها كاذبة ومضللة ويعني تزيد من المأساة ومن الأزمة سوءا. أجدد استنكاري وتنديدي بالجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطة حزب الاتحاد الديمقراطي بحق عائلة المواطن الكردي الوطني أكرم ساروخان، وأطالب المنظمات الحقوقية بممارسة أقصى أنواع الضغط على هذه السلطة كي يردعها. هذه السلطة لا يوجد من يردعها، لا المجتمع الدولي يردع، ولا الأمريكيين، ولا المنظمات الكردية، ولا الأحزاب الكردية المنضوية. يعني لا محمد موسى بيحكي كلمة بهذا الخصوص، ولا جمال ملا محمود، ولا شيخ آلي، ولا صالح قدو.
كل هذه الشخصيات التي كانت تنتمي إلى بيئة سياسية مختلفة والآن هي منضوية تحت هذه السلطة بشكل أو بآخر، يعني لا نسمع لهم أي كلام بحق الانتهاكات التي تمارس على المواطنين الكرد. يا جماعة أنتم أيضا متورطين في هذه الأحداث، يعني الساكت عن الجريمة شريك فيها، الساكت مجرد الساكت عن الجريمة شريك فيها، فما بال هو شريك أصيل في هذه السلطة التي تقترف الجرائم. أكتفي بهذا القدر، وأتمنى يعني لأهالي الدرباسية السلام والطمأنينة والنجاح. ويعني لا أعرف ماذا أقول في أكثر مما ذكرت، يعني على أمل أنه هذه الجرائم تنتهي، هذه الصفحة من الكوارث تنتهي. متى تنتهي لا يعلم بذلك غير الله. تحياتي.